في سؤال أخير معانا هنسأله لحضرتك، هل في حالات معينة ممكن حضرتك ترفضها؟ اعتقد ان الحالات الوحيدة اللي ممكن نرفضها هي الحالات اللي جاية تطلب حاجة ما ينفعش تتعمل، اجراء طبي ما ينفعش يتعمل. يعني مثلا حالات اللي جاية ما عندهاش مبيض، مثلا ما عندهاش مبيض خالص، او ما عندهاش رحم خالص، وجايه لنا مثلا جايبه اختها معاها او جايبه صاحبتها معاها وعايزه بتقول خدوا البيضات منها واعملوا لي بيها العمليه، دي طبعا هنرفضها. او حاله ما عندهاش رحم وجايه تقول خدي مني البيضات وهنعمل زي تاجير الرحم كده، او زي الام البديله او الكلام ده. طبعا الكلام دوت لا يصح شرعا ولا قانونا ولا مهنيا ان احنا نعمله. فاعتقد دي بس الحالات اللي احنا نرفضها. او بقى رفض طبي، يعني مثلا واحده عندها مخزون مبيض صفر، فبعد ما عملنا لها التحاليل والفحوصات مش هنعمل لها العمليه، واحنا هندخلها عمليه نسحب منها ايه او نديها تنشيط ايه او ده برضو النوع التاني من الحالات اللي ممكن نرفضها. غير كده ربنا يكرم يا رب الجميع، ونحاول ان احنا ربنا يجعلنا سبب في ان احنا نساعد اي حد عنده رغبه في ان هو يكون عنده اطفال، يا رب ان شاء الله. يا رب اللهم آمين إن شاء الله.